انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، فيديو جديد من سلسلة إعادة تدوير. لو متعرفش السلسلة دي فهي سلسلة جديدة على القناة. بنعمل فيها ريديزاين لأي ديزاين قديم، بنحاول إن احنا نخلي شكله أفضل وكرييتيف أكتر. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إزاي حولت تصميم تويوتا من كده لكده. الديزاين ده كان نازل على الصفحة الرسمية بتاعتهم، هنعمل له ريديزاين مع بعض وهنعرف مع بعض إزاي اتحول من كده لكده. في البداية هروح على الفوتوشوب، هفتح فايل 1920 في 1080. هخلي الريزولوشن على 120 عشان الكواليتي بتاعت الديزاين تبقى اعلى. الكالر مود هخليه RGB و16 بت. هبتدي بقى ان انا انزل الصور اللي انا هستخدمها عندي في الباك جراوند، وهم صورتين هنا عندي. ابتدي ان انا اشدهم كده واسحبهم وانزلهم على الفوتوشوب. الصورة دي انا هستخدم منها اللي هي صورة الطريق بس او الاسفلت، فابتدي ان انا اقصها بالشكل ده واضغط على ماسك. بعد كده هظهر اللاير التانية اللي عندي هنا، وابتدي ان انا اظبطها بالشكل ده بحيث يكون بداية الطريق هنا جاي مع نهاية الطريق في الصورة التانية. هاخد منها نسخة تاني، اضغط الت واسحب كده. بعد كده هضغط كليك يمين على الصورة دي. بعد كده هعمل فليب هوريزونتال، هظبطها بالشكل ده واخلي اللاير اللي هي بتاعت الجزء اليمين على اللاير بتاع الجزء الشمال. بعد كده هعمل ماسك وهبتدي بقى ان انا امسح بالشكل ده بحيث ان انا ادمجهم مع بعض. بس اتاكد ان دي مش ظاهرة عندي عشان ما تتكررش مرتين هنا. ممكن برضو اجي هنا على اللاير دي وانا واقف على الماسك، ابتدي بقى ان انا امسح الاطراف كده عشان تندمج مع بعض. اللون الاسود في الماسك بيمسح والابيض بيزود. ابتدي بقى ان انا اظبطها بالشكل ده وهنا برضو. طيب كده انا عملت الباك جراوند عندي، اخلي دول في جروب لوحدهم. ابتدي ان انا اخد منهم نسخة تاني وبعد كده هعملهم في اللاير لوحدها. اعمل ده ازاي؟ كنترول الت شيفت اي عشان اعمل افكت عليهم بالكاميرا رو. اروح على فلتر وبعد كده هروح على الكاميرا رو فلتر. هبتدي ان انا اظبط الالوان الباك جراوند اللي عندي، اظبطها بالشكل ده على الكونتراست والفايبرانس والساتوريشن. ممكن ازود الشاربين شويه وبعد كده اغمق الحواف. شايف ان هي كده الساتوريشن عايز يقل شويه، مثلا هقلل الساتوريشن شويه واضغط اوكي. طيب دي قبل ودي بعد. طيب بعد كده هروح على صوره البرودكت اللي عندي اللي هي صوره العربيه، هسحبها كده وانزلها. هتلاقي كل الفايلات دي عندك في لينك في الديسكريبشن. انا هسيب لك كل الفايلات دي كده. اظبطها كده، انا هخلي الاوبجكت عندي ناحيه الشمال وبعد كده التكست هيبقى ناحيه اليمين. يعني التكست زي ما انت شفت في الصوره بتاعه الفيديو، التكست كان ناحيه اليمين واخد كتله كبيره ناحيه اليمين، وعلى الشمال الصوره بتاعه العربيه. اظبطها بالشكل ده. شايف ان هي كبيره شويه، ممكن اصغرها. يعني شايف ان هي كده تمام مناسبه. طيب اول حاجه هعملها ابتدي بقى ان انا احدد مكان اللايت عشان اعرف ارمي الشادو ازاي. وليكن مثلا هخلي اللايت جاي هنا، جاي بالشكل ده. فانا ممكن اجيب له برش بقى وابتدي ان انا اختار اللون الابيض واعمل كده من على الجنب. اقلل بس الاوباستي شويه بحيث ان هي ما تكونش هارد قوي. ممكن برضو اقلل الاوباستي شويه بعد ما اعملها. طيب كده اللايت جاي من ناحية الشمال عندي، فأنا الشادو بتاعي هيكون مرمي ناحية اليمين. يعني هو هيكون في الجزء ده، يعني الشادو هيكون جاي من اللايت. طالما جاي من كده يبقى الجزء ده كله هيكون فيه شادو. طيب هضغط بيه عشان يجيب لي أداة البين تول ولير تحت اللير بتاعة العربية، وابتدي إن أنا أجيبها من هنا. أضغط كده وليكن كده مثلا مناسب. علشان أحول الشيب اللي أنا عملته بالبين تول اعمله سيلكشن، بضغط كنترول انتر بيحوله له سيلكشن. طيب السيلكشن اللي انا عامله ده عايز اغير لونه الاسود او عايز اعمله اسود فيل. اعمل ده ازاي؟ بضغط الت، اختار اللون الاسود الاول، بعد كده هضغط الت باك سبيس، الغي السيلكشن من كنترول دي كده اعمل لي الشادو. بس طبعا اكيد مش هنسيب الشادو بالشكل ده. اول حاجه هنعمله بلور شويه. اروح على بلور، بعد كده هنديله جاجن بلور، وليكن مثلا كده مناسب. كده هقلل الاوباستي، وليكن برضو شايف ان هو كده كويس. وهعمل اللاير بتاعت الشادو اللي انا عملتها دي هعملها مصر. بعد كده هروح على البرش وابتدي بقى ان انا امسح كده الجوانب بحيث ان هي ما تكونش شارب قوي. ولو شايف ان هو مثلا الشادو بتاع العربيه خفيف، انا ممكن ازوده. اعمل ده ازاي؟ يا اما بالاوباستي ان انا ازود الاوباستي او اعمل دوبليكيت لير. انا شايف ان هو كده مناسب، شايف ان هو كده كويس. طيب هنيجي بقى على العربية، احنا ما عملناش اي حاجة فيها لسه. اول حاجة هعملها ان انا هظبط الوانها والاضاءات بتاعتها بالكاميرا رو فلتر.
طيب هو ايه اختصار الكاميرا والفلتر؟ بدل ما انا اروح اجيبها كل شويه من الفلتر وبعد كده ادخل على الكاميرا والفلتر، ممكن تجيبها باختصار كنترول شيفت ايه. انت واقف على اللاير كنترول شيفت ايه، هتلاقي ان الكاميرا والفلتر فتحت معاك. اظبط الالوان كده مثلا، وليكن مثلا الكونتراست عايز يزيد شويه، الفايبرنس ساتوريشن، ممكن الديتيل شويه. طيب واضغط اوكي. دلوقتي انا عايز اشغل الكشافات بتاعه العربيه بحيث ان هي احس ان هي شغاله والاضاءه بتاعتها تدي روح للديزاين كده. اعمل دي ازاي؟ في الفايلات اللي انا هسيبها لك هتلاقيني سايب لك فايل بي اس دي اسمه لايتس، هتدخل عليه هتلاقي الفايلين دول. هاخد اللاير دي اسحبها كده انزلها عندي. بس انت لو لاحظت معايا ان انت هتلاقي مربع كده ابيض حوالين اللايت ده. اعالج ده ازاي؟ بالماسك برش، وابتدي بقى ان انا امسح الحواف وليكن كده كويس. في لايت تاني عندي برضو اللي هو اللايت بتاع الكشاف، لو اجيبه هنا واظبطه بالشكل ده. نفس الكلام اللي عملناه في الكشاف اللي هو على الشمال اجيبه برضو في الكشاف اللي على اليمين. ايه ممكن تاني نعمله في العربية؟ طيب طالما اللايت جاي من ناحية الشمال فأكيد الجزء ده كله هيبقى فاتح والجزء ده كله هيبقى أغمق. أعمل ده إزاي؟ بروح على اللاير بتاعة العربية، بعد كده بضغط نيو لاير، أعمل لها كليبنج ماسك بحيث إن أنا أي حاجة أعملها في اللاير دي هتتنفذ على العربية بس. ابتدي بقى إن أنا أجيب مثلا لون أسود وليكن اللون ده. ابتدي بقى إن أنا إيه، أرسم كده الشادو بحيث إن الكاوتش بتاع العربية اللي ملامس الأرض، الجزء اللي ملامس الأرض يبقى أغمق من الجزء اللي فوق. وحول طبعا الشادو اللي أنا عملته ده مالتيبلاي. بص كده قبل كده بعد، كده قبل كده بعد. ممكن برضو اغمق الجزء ده اعمله بنفس الطريقه بس اعمله في لاير لوحدها عشان ممكن اقلل او ازود الاوباستي فيه عادي. اختار اللون اللي هو اللون النبيتي بتاع العربيه، اللون الغامق. ابتدي بقى ان انا اقلل الاوباستي على الاخر والفلو برضو. ابتدي بقى ان انا اغمق بالشكل ده، احوله ملتبلاي طبعا، كده قبل كده بعد. طيب في الديزاين هنا عندنا بيقول ضمان ممتد، يعني ضمان او تأمين مثلا، فاحنا عبرنا عنها في الديزاين هنا باللي هو صورة الدرع دي او الثلاث دروع اللي ورا العربية. طيب اعمل ده ازاي؟ اروح على الفايل عندي وابتدي بقى ان انا اسحب صورة الدرع دي عندي هنا على الاوبجكت اللي انا شغال عليه، اصغرها بالشكل ده وليكن مثلا كده مناسبة. هجيب التانية دي. طيب انا ليه ما سحبتش الاتنين دول في لاير واحده؟ علشان الدرع الابيض ده انا محتاج اقلل الوست بتاعته شويه، فلو سحبتهم مع بعض فاي افكت او اي تاثير ان انا هعمله على اللاير دي هيجي على اللي، فانا هقلل الوست هنا شويه واعمل الاتنين دول جروب كنترول جي، صغرهم كده، اخد منهم نسخه كنترول جي، اسحبها كده، اصغرها بالشكل ده، كنترول جي تاني برضو اخد نسخه تالتة منهم واصغرها بالشكل ده، وهعمل سيلكت التلات جروبات اللي انا عملتهم للدروع دي واجيبهم تحت العربية بحيث ان هم يبقوا بالشكل ده. شايف ان هو كده مناسب. في لايت عندي انا سايبهولك برضو في الفايلز، هيدي شكل كويس جدا للديزاين. هسحبه كده وانزله في الفوتوشوب. اول حاجة هعملها ابتدي ان انا اغير له سكرين، اللاير مود بتاعه اخليه سكرين. ابتدي بقى ان انا اصغر بالشكل ده واخليه كده تحت العربية بحيث ان العربية مثلا بتدي تأثير السرعة او افكت الاضاءة كده من ورا الكاوتش بتاع العربية. اخليه كده ورا العربية، اجيبه تحت كده اخليه ورا العربية، بعد كده همسح الجزء الزيادة ده بالبرش كده. ابتدي بقى ان انا امسح الحاجات الزيادة اللي هي طالعة من قدام الكاوتش، اظبطها بالشكل ده. ممكن برضو اللايت ده ممكن اخد منه نسخة بس الغي الماسك. ممكن مثلا اكبرها بالشكل ده واعمله مثلا في الجزء كده يكون هنا مثلا، شكله يبقى لطيف برضو. طيب في افكت برضو في اللي هو بحس ان هو افكت السرعه او الصوره متاخده بسرعه، ده اعمله ازاي؟ هجيب الصوره دي عندي هنا، ابتدي بقى ان انا احول المود بتاعها لسكرين. هروح على فلتر وبعد كده من بلور هختار حاجه اسمها راديال بلور، هضغط عليها هختار الزوم، ممكن ازود شويه كده مثلا اخليها 15 واضغط اوكي، هيديني افكت السرعه او الصورة كده تحس ان هي متصورة بسرعة. هعمل ماسك وابتدي بقى ان انا امسح اللي هي الاجزاء الاساسية اللي عندي في الديزاين، هخلي بس الحواف اللي هي من فوق كده وتحت. ابتدي بقى ان انا امسح الحاجات اللي هي في النص وليكن مثلا كده مناسبة. هقفل اللاير دي عشان ما تضايقنيش وانا بشتغل. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل التكست عندي فونت، اعمل سيرش الفونت اسمه لاكسر اهو ده. هحول اللون الفونت عندي الابيض
طيب هنا في مشكلة ان الفونت مش ظاهر من الخلفية. اعالج ده ازاي؟ اروح على اللاير اللي هي فوق اللاير بتاعة الباك جراوند على طول، واعمل نيو لاير، وبعد كده هختار اللون الاسود، وابتدي بقى ان انا ايه اغمق الجزء ده، بس اقلله بس شوية. ابتدي بقى ان انا اغمق الجزء ده خالص، وليكن شايف ان هو كده مناسب. طيب صغر بس التكست ده شوية، وليكن كده مثلا. طيب ده عندي اللي هو الهيدلاين ضمان ممتد او تي او في الاساسي اللي عندي في الديزاين. في بقى تكست تاني هيتكتب تحته اللي هو عربيتك ظبطها. كل جملة هكتبها في فلير لوحدها عشان اعرف اعدل عليها براحتي. بس هنا برضو انا مش حاسس ان التكست ده ممكن اكتب بيه مثلا يعني تكست صغير واكتب بيه كلام كتير. ممكن برضو فونت استخدمه تاني اسمه غزال، يعني عادي لو استخدمت كذا فونت في الديزاين بس مش اكتر من 2-3 بالكتير. شايف ان هو ده مناسب وبرضو شبه اللي فوق، يعني مش بعيد عنه يعني. عربيتك ظبطها وصيانتك قسطها. في برضو هنا عندي 6، بس هنا 6 مكتوبة بشكل كبير، فأنا هختار الفونت ده. شايف ان هو مناسب وقريب برضو للفونت اللي انا كاتب بيه شوية. خليها بالشكل ده بحيث ان هي تعمل كونتراست ما بين التكست المكتوب كله. ابتدي بقى ان انا 6 شهور بدون فوائد، اكتب 6 شهور بدون فوائد. 6 مكتوبة، اكتب شهور بدون فوائد. ممكن برضو استخدم فونت اسمه SS2 بولد، ده هو هيكون كويس. ممكن شهور دي برضو اخليها ايه في سطر لوحدها وبدون فوائد في سطر لوحدها. اعمل برضو كشيدة هنا، هضغط شيفت جي، بس اتأكد ان انا بكتب عربي عشان تعمل لي اللي هي المادة دي، وليكن مثلا كده مناسب. شايف ان دي برضو عايزة تتمد شوية، اطولها برضو هنا شوية، انزل بدول واظبط دول كده. هنا برضو عايز اعمل افكت او اعمل مثلا حركة في التكست اللي عندي ده. ممكن اعمل ده ازاي؟ اروح على اداة اللاسو تول. ممكن برضو هاجي هنا مثلا هبتدي بقى ان انا اعمل سيلكشن على الحتة دي، وهجيب له برش مثلا. طبعا انا عامل النيو لاير فوق اللاير بتاعت التكست دي. هجيب له برش واصغرها، وابتدي بقى ان انا ايه ارسم كده شادو بحيث ان هو ايه الفونت تحس ان هو 3D شوية. ممكن برضو اكررها هنا نفس الكلام برضو. طيب في برضو هنا عندي هتلاقيني سايب لك برضو في الفايلات برضو حاجة زي كده. ممكن برضو اعمل ايه زي تكوين يعني، او عايز ان انا اعمل جزء الفونت او جزء التكست يكون كبير واخد مكان، واخد وزن في الديزاين. بالخط ده ممكن اعمل الشكل ده. هنا برضو هروح على الفايل الاقي اشكال كتير، اخد الحتة دي برضو واجيبها هنا عندي. طبعا كله هحوله للابيض، بس انا بشوف هظبطها الاول ازاي. وليكن كده مثلا، واخد نسخة منها اعمل لها ريفلكت او اعملها فليب واجيبها هنا مثلا. ممكن دي برضو هحولها ابيض عشان هي كده مش باينة. هحولها ابيض هنا برضو هخليها لونها ابيض، blending option، وبعد كده color overlay، واختار اللون اللي انا عايزه هتتحول ابيض. ودي برضو blending option color overlay، اللون اللي انا مختاره هيتنفذ. وهنا برضو نفس الكلام. هنا برضو عايز افصل التكست اللي فوق ده عن 6 شهور بدون فوائد. اعمل ده ازاي؟ ممكن بالريكتانجل واعمل خط بسيط كده، اختار اللون الابيض طبعا عشان يظهر، اخد منه نسخة تاني وانزل بيها هنا وليكن كده. بس هي شاربن اوي كده، فانا ممكن ايه اجي عليها وبعمل لها ماسك. بعد كده ابتدي بقى ان انا ايه امسحها بالبرش. برضو اللي فوق دول ممكن اصغرهم شوية كده، احس ان هم كبار شوية، ممكن اصغرهم كده. هما الاتنين اخد منهم نسخة بحيث ان هم اعملهم برضو تحت، بس اعمل لهم ريفلكت، اعمل لهم فليب فيرتيكال بحيث ان هم ايه يكونوا عكس اللي فوق. اعمل لهم في جروب، بعد كده اتاكد ان انا منسيتش حاجة. انا نسيت دي اهي، احطها في جروب هنا كده تمام. ابتدي بقى وليكن مثلا ان انا هصغر شوية كده. شايف ان هو التكست عايز يروح هنا شوية. شايف ان هو كده كويس. هجيب برضو اللوجو بتاع تويوتا، ابتدي ان انا انزله بالشكل ده واظبطه كده بحيث ان هو يبقى فوق على الشمال. ممكن برضو اللايت ده ممكن اجيبه كده ناحية الشمال، بضغط كنترول جي عشان ياخد مني نسخة تاني، كنترول تي عشان اعرف احركه. اجيبه ناحية اليمين كده واخليه برضو هنا على الجنب ده. هروح على اخر لاير انا عملتها، بضغط كنترول الت شيفت اي عشان يعمل لي كل اللايرز اللي انا عملتها في لاير واحدة.
طب انا بعمل كده ليه؟ عشان اعمل افكت عليها. ممكن اعمل له مثلا كاميرا رو فلتر زي ما قلت لك، كنترول شيفت ايه، هعمل منها كاميرا رو فلتر. هظبط الوان الديزاين ككل، هخليه مثلا ناحية الازرق شوية، كونتراست، الفايبرانس، الديتيل خليه شاربن شوية. بعد كده هغمق الجوانب كلها واضغط اوكي. كده قبل، كده بعد. انا كده وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني. شكرا.